مساء الخير، أهلا بيكم في موضوع جديد. بعد ما اتكلمنا عن الصحة النفسية وعن أعراض المرض النفسي وإزاي نستفيد من المعالجة النفسية، جه الدور إن احنا نتكلم عن المناعة النفسية. المناعة مش بتشمل بس صحة الجسم، كمان بتشمل صحة العقل والنفس. وزي ما الجسم بيحتاج تغذية ورياضة عشان يبقى أقوى وأصح، كمان العقل والنفس بيحتاجوا مجهود وتمرين علشان يكونوا أصح وأقوى. طيب إزاي أقوي من مناعتي النفسية؟ أول حاجة، شوف الحاجات اللي بتساعدك وابدأ أعملها، مش مهم سنك كام أو نظرة الناس ليك هتكون إزاي. افتكر إن الغلط طبيعي ومرتبط بينا كبشر، ومن غيره ما كناش اكتسبنا الخبرة. أهم حاجة نتعلم منه. طور من أسلوب كلامك مع نفسك واستخدم أسلوب صحي بدل النقد السلبي وجلد النفس المستمر. واجه مخاوفك وابدأ مع نفسك تحديات بسيطة، وحدد مكافأة بسيطة لكل تحدي كسبته. حدد ايه هي المهارات اللي حابب تتعلمها، طبعا اللي بتناسب شخصيتك، وابدأ فيها. اشتغل على ثقتك بنفسك وزود نفسك باستمرار بالمعلومات ودور على خبرات جديدة. ابدأ بالأهداف البسيطة وبعدين الأصعب منها وبعدين الأصعب. ركز تفكيرك على حاجة واحدة، ولما تخلصها ابدأ في الحاجة الباقية. عبر عن مشاعرك اللي بتحسها بوضوح، مثلا بدل ما تقول أنا كويس قول أنا زعلان من كذا وكذا، بدل ما تقول خلاص أنا مش زعلان قول أنا سامحتك بس محتاج وقت عشان أرتب أفكاري واصفى من ناحيتك. فكر كويس في رد فعلك وحدد قاعدة، ما تتناقش مع حد وانت عصبي أو زعلان أو غضبان، لأنك صعب تفضل حيادي أو موضوعي، أكيد مشاعرك هتأثر عليك. الوقاية من الأمراض النفسية محتاج التزام بأسلوب حياة صحي وتوازن ذهني، زي مثلا الاهتمام بصحة الجسم، وبيشمل العادات الصحية والتغذية المتوازنة، النوم الكافي وممارسة رياضة بانتظام. الاهتمام بصحة العقل عن طريق التعامل الإيجابي مع التوتر والضغوط النفسية. ممكن كمان تستخدم أساليب معينة للاسترخاء زي التأمل والتنفس العميق أو تمارين التنفس عموما، الرسم أو الكتابة، كتاب اليوميات، أو أي هواية تساعدك على إنك ترتاح من ضغوط اليوم أو التوتر. كمان تجنب المواد المسببة للإدمان زي الكحول، المخدرات، واستخدام الأدوية المهدئة أو أدوية الأمراض النفسية من غير روشتة أو من غير استشارة طبيب. تكوين علاقات صحية ودايمة مع الأهل والأصحاب والأشخاص الموجودين في حياتك. الكلام والفضفضة وتبادل الخبرات والمشاعر والدعم المتبادل هيحسن من صحتك النفسية. ابعد عن العلاقات السامة اللي بتضرك وبتحطك طول الوقت تحت ضغط نفسي. حط حدود معينة لحياتك مناسبة ليك ولأسلوب حياتك ولتفكيرك. عبر بأدب عن رفضك لتدخل الآخرين فيها، وبين قد إيه أنت متمسك بالحدود دي ومش حابب إن أي حد يتخطاها. اهتم بنفسك وخليها أهم أولوياتك. خصص وقت ليك عشان تهتم بنفسك وتخطط لحياتك. خصص وقت للعبادات أو للتأمل، واستخدم كتاب يوميات واكتب فيه عن مشاعرك ومشاكلك الموجودة في الوقت الحالي وإزاي تقدر تحلها، أو مين ممكن يقدر يساعدك عشان تحلها. اتعرف على الأمراض النفسية وأعراضها وإزاي تحمي نفسك منها. ممكن تلاقي المعلومات من مصادر موثوقة زي الكتب أو على الإنترنت. ممكن كمان تشترك في كورسات تعليمية أو ورش عن الصحة النفسية. افتكر دايما ان الوقاية من الأمراض النفسية محتاج جهد ووقت منك، مفيش حل سحري فوري يخليك طول الوقت محمي من أي مرض نفسي. الموضوع محتاج تقديرك لنفسك، وإنك تلتزم بأسلوب حياة صحي، وإنك تهتم بصحتك النفسية، وإنك تدور على المساعدة لو احتجت لها. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. أشوفكم المرة الجاية في موضوع جديد. مع السلامة. لو حسيت انك استفدت من الموضوع وانك عاوز تكمل وتشوف الفيديوهات الجاية، ما تنساش تعمل سبسكرايب للصفحة وتشارك الفيديو مع أصحابك أو الأشخاص المهتمين بالموضوع. أتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامة.